يلا يا حلوين، حدوتة النهاردة فيها سر غريب. ولد لقى كنز، بس الكنز ده كان ليه شرط. يا ترى ايه هو الشرط؟ وكان يا مكان كان في ولد اسمه كريم بيحب يلعب مع أصحابه جدا، خصوصا أحمد. وفي يوم وهم بيلعبوا في الأرض جنب البيت القديم، كريم خبطت رجله في حاجة صلبة. بدأ يحفر لحد ما لقى صندوق خشب قديم. فتحوه سوا، لقوا جواه عملات دهب بتلمع. أحمد فرح وقال: واو، نديها لباباك. بس كريم قال له بسرعة: لا، ده كنزي أنا اللي لقيته. أحمد زعل شوية بس سابه ومشي. كريم خد الصندوق وروح، ولما فتحه تاني لقى ورقة صغيرة جواه مكتوب فيها: هذا الكنز لا يبقى إلا مع من يشارك غيره. كريم ضحك وقال: كلام فارغ. تاني يوم فتح الصندوق، لقى عملة واحدة اختفت. اتخض وقال: غريبة، ايه اللي حصل؟ تالت يوم اختفت كمان عملتين. كريم افتكر الورقة بس قال: لا، دي صدفة. بس كل يوم العملات كانت بتقل، وكل ما كريم يرفض يشارك أو يساعد حد تختفي أكتر. وفي يوم أحمد وقع واتعور وهو بيلعب، وكل الأطفال جروا يساعدوه إلا كريم، كان قاعد ماسك الصندوق وخايف عليه. وفجأة الصندوق اتحرك في إيده، فتح بسرعة، لقى نص الدهب اختفى مرة واحدة. ساعتها فهم إن الكنز اللي بيتاخد منه علشان هو أناني. جري على أحمد وساعده، وجاب له مية وربط له الجرح. وبعدين قال له: أنا آسف، الكنز ده مش ليا لوحدي، إحنا نقسمه. أحمد ابتسم. وتاني يوم كريم فتح الصندوق، لقى العملات رجعت زي الأول، والورقة اتغيرت وبقى مكتوب عليها: الخير يرجع لصاحبه. ومن يومها كريم بقى كريم بجد، وعرف إن المشاركة والطيبة بتزود أي حاجة حلوة في حياتنا. يا ترى لو كنتوا مكان كريم كنتوا هتشاركوا من الأول؟ قولولي في الكومنتات. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتخلوا كل أصحابكم يشتركوا معاكم. وبكرة معدنا مع حدوتة جديدة. باي باي.